السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نستكمل دروس العقيدة، التوحيد. عقيدتنا كمسلمين عقيدة التوحيد، نؤمن بأن لا إله إلا الله عز وجل. وكنا اتكلمنا عن خصائص الألوهية، وبعدين بدأنا نتكلم فيها، وهي الخصائص التي اختص الله تبارك وتعالى بها نفسه دون غيره، لا تكون إلا لله. اللي يثبتها لله يبقى موحد لله، اللي يثبتها لغير الله يبقى أشرك، جعل غير الله مشترك مع الله في هذه الخصيصة التي لا تكون إلا لله. فبدل ما تبقى الخصيصة دي لله وحده لا شريك له، بقت شركة بين الله وبين غيره، فيقع من فعل هذا في الشرك إن كان يعلم. وبدأنا نتكلم عن الخصائص، فاتكلمنا عن خصيصة، لو نتذكر، خصيصة الحاكمية. نكمل النهاردة بقى إن شاء الله في خصيصة الشفاعة. نبدأ الأول بتعريف الشفاعة، لأن الشفاعة دي ممكن تكون إيمانية وممكن تكون شركية والعياذ بالله. إزاي؟ نبدأ الأول بالموضوع من أوله. إيه موضوع الشفاعة ده؟ لما نيجي نعرف حاجة هنعرفها لغويا من ناحية اللغة، وبعدين نعرفها شرعيا من ناحية الشرع. يعني من ناحية اللغة، إيه الشفاعة؟ يقول لك واحد بيشفع للتاني. يعني إيه؟ يعني ضم الشيء إلى مثله. كان الشيء وترا يعني واحد لوحده كده، تقول شفعته يعني ضممت إليه مثله، حطيت له واحد تاني زيه كده، بقوا الاتنين شفع. حتى احنا نقول في الصلاة، نقول تعال نصلي ركعتين شفع، وركعة وتر يعني واحد. حتى اقول لك ايه، طب واحد اوتر يعني صلى واحدة وبعدين قام بالليل يعمل ايه؟ يقول لك يعمل وتر. هيعمل بيه ايه ده؟ شفع بيه الوتر، وبعدين يبتدي يصلي، وبعدين ايه؟ يوتر بقى في الاخر. بس عايز اقول لك ان ايه، ان كلمة الشفاعة يعني ضم الشيء الى مثله. فكان الشيء وترا يعني واحد لوحده، فضممت اليه مثله بقى شفع. طب انت عندك مصلحة، انت لوحدك عندك مصلحة، عايز تستلف مبلغ، عايز مثلا واحد يكون يعني شفيع ليك عند واحد تاني في خير، يبقى انت هنا في فرد لوحدك. عايز ايه؟ عايز واحد يشفع ليك. يعني ايه يشفع ليك؟ يعني ينضم ليك. هذه الشفاعة. طب انا لما اشفع ليك ابقى انا ايه؟ ابقى انا شافع. شافع لمين؟ شافع لمشفوع عنده. طب انا بشفع عنده لمين؟ بشفع له. طب قضاء الحاجة لما تتم تشفيع. طب وسعيي اللي انا بعمله ده اسمه شفاعة. يبقى عندنا شفاعة ومشفوع اليه او عنده، في مشفوع عنده وبعدين مشفوع اليه، وانا شافع. وقضاء الحاجة دي اسمها ايه؟ تشفيع. كل ده في اللغة العربية. طب الشفاعة في الدين في الشرع ايه هي الشفاعة؟ التجاوز عن السيئات. التجاوز عن السيئات. ليس لنا من دون الله شفيع، ما حدش هيشفع لنا من دون الله، يعني ما حدش هيتجاوز عن سيئاتنا إلا الله عز وجل. واضح المعنى اللغوي؟
والمعنى الايه الشرعي. طب علشان نفهمها كويس الشفاعة هنقسمها 3 أقسام. يبقى الشفاعة لها 3 أقسام، يا ريت تركز معايا شوية. الجزء الأولاني صحيح والجزء الثالث صحيح، الجزء الثاني ده لا 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 اوعى، دي شفاعة مش موجودة خالص خالص، ومفروض انك انت ما تقولهاش يعني. نبدأ بيهم واحدة واحدة، 1 2 3. أول نوع من الشفاعة من المخلوق إلى المخلوق. أنت مخلوق وأنا مخلوق، فأنت بتشفع ليا وأنا بشفع ليك، أنت بتنضم ليا في الخير وأنا بنضم ليك في الخير، أو في الشر. ممكن واحد ينضم للتاني في الشر، لكن الأول خلينا من المخلوق إلى المخلوق بيننا وبين بعض، هنتكلم عنها. الشفاعة اللي جاية دي لا 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 لا، دي محرمة وممتنعة، اللي هي ايه؟ من الخالق الى المخلوق. ربنا هيشفع اللي عندنا احنا؟ لا لا لا، استغفر الله، ما دي ما تنفعش دي. وفي شفاعة بين من المخلوق الى الايه؟ الى الخالق. يبقى عندنا 3 انواع من الشفاعة: من المخلوق الى المخلوق، من الخالق الى المخلوق لا، من المخلوق الى الخالق. واضح؟ تاني، شفاعة من المخلوق إلى المخلوق، وفي شفاعة من الخالق إلى المخلوق لا، دي ممتنعة ومحظورة، وفي شفاعة من المخلوق إلى الخالق. تعال ناخدهم واحدة واحدة. شفاعة من المخلوق إلى المخلوق، أنا مخلوق وأنت مخلوق، فأنت بتشفع ليا وأنا بشفع ليك. من المخلوق إلى المخلوق، تشفع لي في إيه؟ في الخير. كويس، يا ريت نشفع لبعض في الخير. قال الله تبارك وتعالى سورة النساء: من يشفع شفاعة حسنة في الخير يكن له نصيب منها، تاخد الأجر والثواب. ومن يشفع شفاعة سيئة والعياذ بالله يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وكان الله على كل شيء مقيتا، أي وكان الله على كل شيء مقيتا. يبقى إذن فيها خير وفيها شر. يعني مثلا لو أنت ماشي أو نزلت في بلد وما تعرفش الجامع فين، فبتسأل في مسجد هنا لو سمحتم؟ في مسجد هنا اسمه مسجد الشيخ عيد، والله ممكن تروح تصلي فيه. أنا هنا بعمل إيه؟ بشفع شفاعة فين؟ في الخير. هو يروح يصلي ياخد ثواب وانا اخد ثواب، لان انا اللي دليته على الجامع. يبقى دي من يشفع شفاعة حسنة. معيش فلوس مثلا ومزنوق في موضوع، فبروح لاخويا بقول له ممكن تقرضني قرض الله يكرمك، تسلفني مبلغ عشان انا فهو بيقول لي انا هسلفك. هو بيشفع ليا وبيسلفني، لكن طبعا لازم تتكتب المبلغ ده، لازم تكتب. يا أيها الذين آمنوا سورة البقرة: إذا تداينتم بدين. إذا تبقى محتاج، مش هات فلان معاه فلوس ما يجيب يلا نستلف منه، أو اللي يجي منه أحسن منه وبتاع ده. لا لا لا. طب وبعدين افرض مت وما سددتش، تحبس على باب الجنة يا ستير يا رب. الله. انتم تكتب: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. لازم تسمي هتجيب الفلوس دي امتى، فاكتبوه. انما احنا ماشيين كده ايه بنظام، معكش مبلغ والله انا عايز استلف، طب خد اخويا، لا الله تحت امرك، الله ده بيتك، ده الجيب واحد ومش عارف ايه. الله ما جابش الفلوس، الله ده يظهر عليه حرامي ده، ولا الله ده يظهر نصاب ده، ولا انت السبب ليه ما كتبتش. ولذلك واحد كان جاي يستلف فلوس من واحد، قال له بشرط ادي لك الفلوس بشرط تبوس ايدي. فقال له طب وليه الذل ده؟ قال له ما انا لما هطلبهم منك هبوس رجلك، فانت تبوس ايدي قبل ما ابوس رجلك، ولا انت تبوس ايده ولا هو يبوس رجلك، انت تكتبهم ويبقى الكلام واضح يعني. يبقى لما يكون عايز فلوس وانت بتديله، يبقى دي شفاعة ايه؟ شفاعة حسنة. طب والشفاعة السيئة؟ الشفاعة السيئة واحد يقول لك ما تعرفش حد بيبيع مخدرات هنا، عايزين حد يكون بيبيع مخدرات. اقول لك بس انا ادلك انا. بيشفع هنا شفاعة ايه دي؟ سيئة. لكن الشفاعة الحسنة مطلوبة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، دي مطلوبة. دي ازاي؟ قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم، حديث صحيح: اشفعوا تؤجروا
ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. اشفعوا يعني لما واحد يطلب حاجة وانت تقدر تعملها له يا ريت. اشفعوا، كل واحد يشفع لأخيه. محتاج حاجة ومعايا اقدر اعملها اعملها والله عشان ناخد الاجر والثواب. يبقى اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. حديث البخاري ومسلم. طب استنى، افرض انت طالب شفاعة وانا اقدر اعملها بس مش عايز اعملها او برد شفاعتك، جائز ولو في الخير ايه دليلها دي؟ صحيح مسلم كانت في واحدة اسمها بريرة، كانت عبدة وكان متجوز واحد اسمه مغيث، وكان مغيث يحبها قوي قوي يعني. لكن لما عتقت، لما خدت حريتها، لا تختار تبقي على زوجك ده اللي كان معاكي ده ولا انت خلص بقيتي حرة دلوقتي. قالت لا مش عايزاه، اختارت فراقه. هو كان بيحبها جدا، فجعل مغيث يبكي من حبه إياها. صعبة دي يعني صعب الواحد يقعد يبكي كده على انه كان يعني. المهم فرق له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي شافه بيبكي، ايه تبكي ليه يا مغيث؟ والله يا رسول الله انا عايزها وبحبها بريرة يعني. قال طب انا هكلمها انا. يا بريرة لو راجعتيه، راح النبي عليه الصلاة والسلام يكلم بريرة، لو راجعتيه ترجعيه. بص قالت له ايه؟ تأمرني يا رسول الله؟ ده بالامر؟ لا يبقى خلاص. قال لا انما انا شافع. انا بنضم له عندك، انا بنضم لاخي ده هو مغيث عندك عشان ترجعيه. تأمرني يا رسول الله؟ قال لا انما انا شافع. قالت لا حاجة لي فيه، لا مش عايزاه. وردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. معلش اصل ده امور فيها قلب يا اخوانا، يعني الحب في القلب والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. فخلي بالك الامر بيبقى خطير ساعات مع بعض الاباء. يجي ابنه يقول له يا بابا بحب فلانه، ومش ما بحب غور ولا تحب ولا بتاع، حبك بورس. ايه اللي بتحب ده؟ لا 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 الموضوع ده ما خلاص. انا قلت خلاص. انا ايه يا حاج؟ ايه ده؟ لازم تحترم مشاعر ابنك وعواطفه. بنتك مثلا جاي لها عريس وقالت لا وانا قلت لا، وانت مين انت؟ انا ابوها والكلمه كلمتي والشرع. لا وانت اللي هتتجوز؟ انت بس عشان تعمل العقد كولي. المهم يعني ناخد بالنا من الامر ده. فلما النبي صلى الله عليه وسلم شفع لمغيث، بريرة قالت ايه؟ لا مش عايزاه. يبقى يجوز رد الشفاعة ولو كانت في الخير وما نزعلش. طب والشفاعة اللي في الشر بقى دي الشفاعة اللي في الشر دي وحشة جدا جدا دي، اللي ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. ازاي سيئة يعني؟ زي الحديث اللي في صحيح البخاري ومسلم في امرأة من بني مخزوم. ومن بني مخزوم دي عيلة كبيرة طبعا، قبيلة كبيرة يعني. سرقت، يبقى لازم تقطع ايديها. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. سرقة مال متقوم مملوك للغير من حرز خفية، دي شروط السرقة. مش يقول لك واحد سرق اقطع ايده، استنى مال متقوم يكون له قيمة. واحد سرق زبالة تقطع ايده دي؟ لا والله ده احنا نشكره، نقول له يا ريت والله تسرق الزبالات كلها في البلد وتنظف البلد. مال متقوم له قيمة. يعني مثلا واحد جاي يقول لك ايه سرق الجامع. طب هيسرق الجامع ازاي؟ هيلف ويمشي بيه؟ لا. سرق بيت، هيشد البيت ويمشي بيه؟ ما ينفعش، مش سرقة دي. انما يكون مال متقوم مملوك للغير، مش مرمي في الشارع كده، من حرز خفية. ادي شروط السرقة. المهم مش موضوعي، بس انا بقول لك لان بعض الناس يقول لك انتوا لا بيسرق عندكم بتقطع ايده. طب ما بتقطع ايدك عشانك، عشان تتحمى، دي حماية ليك انت. والا لو العياذ بالله الناس ما فيش اي قانون ولا رادع، ممكن تروح بيتك تلاقي بيتك اتسرق
مراتك اتسرقت، بنتك اتسرقت. انما لما الناس بتحس ان في قانون بيطبق وبحزم، كله على طول بايه؟ بيخاف. المهم ان الست دي سرقت، وطبعا حدها قطع اليد. فالله، ازاي قبيله بني مخزوم وواحده منهم اتقطع ايديها؟ طب عايزين نكلم النبي في الموضوع ده. الله، كلموا النبي في ايه؟ معلش اصلا من بني مخزوم دي هايك، يعني من العيله الكبيره قوي دي. اصل انت عارف بقى الناس واصلين، والعين ما تعلاش على الحاجب والهبل بتاعنا ده يعني. طب مين اللي يكلم فيها بقى النبي عليه السلام؟ واحد يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون النبي بيحبه قوي قوي قوي. اسامه بن زيد. ستنا عائشه بتقول ان اهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن يجرؤ ان يكلم النبي الا اسامه بن زيد يحب النبي عليه الصلاه والسلام. يوم سيدنا رسول الله عليه السلام يقول له: اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه؟ تشفع، انت رايح تنضم لها عندي، اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه؟ والله لو ان فاطمه بنت محمد بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها. ما عندناش في احكامنا كمسلمين نظام الكوس، يقول لك الكوسه، معلش بقى ايه يعني، دي مش هيفهمها الا الجماعه المصريين يعني. يقول لك نظام الكوسه، او معلش ايه يعني عشان خاطر يبقى معلش. طب معلش، بس معلش ايه؟ معلش دي كلمه تغيظ. معلش ايه؟ امال على راي مثلا عندنا يقول لك امال لما هو معلش امال موتوه ليه؟ ايه اللي معلش ده؟ مفيش حاجه اسمها معلش. في حاجه اسمها حدود. عندنا في حدود وقصاص وتعزير. الحدود ده حد من حدود الله، محدش يتكلم فيه اوعى. طب والقصاص انت حر، عايز تاخد الدية، عايز تقتص من اللي قتل، لما تكون انت ولي الدم. سورة الإسراء: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، يعني يقتل اللي قتل بس، إنه كان منصورا. عندنا في الصعيد، معلش محدش يزعل انا صعيدي، عندنا في الصعيد الحاجات دي يعني بلاوي زرقاء. فلان مش عارف، عندنا طار مع عيلة فلان، وعارفين مين اللي موت. يقول لك لا، هاتوا لنا اجدع واحد في العيله، احسن واحد في العيله الثانيه عشان نحصر قلبهم. طب هو ذنبه ايه اللي في العيله الثانيه دي؟ سبحانك يا رب، حاجه غريبه جدا. المهم دي بقى كان سبحان الله في اليمن كان في قبيلتين كبار جدا جدا، وانت عارف احنا مصريين يعني شغل هناك مدرسين وبتاع. فالمهم ففي قبيله قتلت واحد من القبيله الثانيه، قالوا عايزين احسن واحد عندهم. قالوا احسن واحد مين؟ قالوا المصري اللي لسه جاي عشان يشتغل عنده. طب وده ذنبه لا، لازم نحصر قلبهم على المصري ده. فكانوا عايزين يخلصوا عليه يعني، وطبعا غلبان ملوش ذنب في الموضوع ده. المهم: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. بقى دي شفاعة إيه بقى؟ مذمومة، لأنها فين؟ في الشر. يبقى إذن في شفاعة من المخلوق إلى المخلوق، ودي بتنقسم قسمين: في الخير ماشي خير إن شاء الله، لكن في الشر لا. واضح؟ الشفاعة التانية بقى دي اللي ممتنعة ومحظورة، اوعى حد يعملها بقى. اللي هي ايه؟ ان يقول واحد يقول لك ربنا، استغفر الله العظيم يا رب، اللي هو الخالق، يشفع عند المخلوق. انت مين انت؟ ربنا يشفع يعني ربنا ينضم ليك انت عشان لا 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 لا, لا. ما تنفعش دي. ازاي؟ حديث رواه ابو داود: اتى اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من البدو جاي للنبي عليه الصلاه والسلام بيقول له: يا رسول الله، بص بقى خلي بالك، بص، يا رسول الله، نعم، هلكت الاموال ونهكت الانعام وضاع العيال، مفيش ميه، فاستسقي الله لنا، استسقي الله لنا، اطلب من ربنا ينزل علينا ميه يا رسول الله. بص بقى الغلط بقى: فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. الراجل لخبط، فسبح النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. الصحابة بصوا على النبي لقيته بيسبح: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أكيد في حاجة مصيبة حصلت، أكيد في حاجة خطيرة جدا جدا حصلت. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويحك ويحك على الأعرابي ده، إيه اللي أنت قلته ده؟
إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. شأن الله أعظم من ذلك. إيه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. يعني أنا عايز مثلا شفاعة لأخويا، أقول له يا رب انضم ليا عشان أخويا. الله ينضم ليا عشان أخويا؟ لا، اوعى دي، اوعى. اللي هي شفاعة من المخلوق، من الخالق وهو الله عز وجل، إلى المخلوق، دي ممتنعة ومحظورة. لا لا. ودينا شفنا الأعرابي بيقول للنبي عليه السلام: هلكت الأموال، نهكت الأنعام، ضاع العيال، فاستسق الله لنا يا رسول الله، فإننا نستشفع بالله عليك، لا 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 لا، وبك على الله. فسبح النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، وقال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. فدي ممتنعة ومحظورة. النوع الثالث بقى من الشفاعة، احنا قلنا شفاعة 3: من المخلوق إلى المخلوق في الخير والشر، ومن الخالق إلى المخلوق، لا دي ممتنعة ومحظورة. الثالثة بقى من المخلوق اللي هو أنا إلى الخالق وهو الله تبارك وتعالى. شفاعة من المخلوق إلى الإيه؟ إلى الخالق. دي بقى بتنقسم قسمين: إيمانية وشركية. دي بقى اللي من خصائص الألوهية دي، عشان كده حطيناها في التوحيد. إيمانية إزاي؟ إيمانية في الدنيا، إيمانية في الدنيا وفي الآخرة. شركية هنشوفها إزاي. خلينا في الإيمانية الأول. إزاي الإيمانية؟ يعني شفاعة من المخلوق إلى الخالق، شفاعة إيمانية. إزاي؟ يعني مثلا أنت طالع عمره أو بتطلع تحج، فأنا أقول لك إيه؟ ادعي لي معاك وأنت بتعمل العمرة، ادعي لي معاك وأنت بتحج. فأنت تقول لي إيه؟ تقول اللهم، أنت بتدعي ربنا، اغفر للأخ وجدي، اللهم سامح الأخ وجدي. يبقى هنا أنا انضمت لك، وأنت بتدعي مين؟ أنت مخلوق، بتدعي مين؟ بتدعي الخالق. زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، حديث رواه أبو داود والترمذي، كان سيدنا عمر بن الخطاب طالع للعمرة يعمل عمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عمر بن الخطاب: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. يبقى ادعي لنا معاك يا عمر. النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مرتبة من سيدنا عمر، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول. هل يجوز اللي أعلى يطلب من اللي أدنى؟ جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا عمر: لا تنسنا من صالح دعائك. يبقى أنا مثلا أجي على أخ أقول له إيه؟ ادعي لي يا أخي معاك. يقول لي: يا راجل ده أنا سيئاتي كتير وبتاع، ده أنت أحسن مني وأحسبك عند الله. ولو إيه المشكلة؟ إيه المانع؟ عايز تقول إن أنا أحسن منك وإيه المانع يا أخي؟ مثلا ادعي لي معاك إن ربنا كذا وكذا وكذا وكذا. فدي جائزة، جائز أن يطلب من هو أعلى من هو أدنى منه الدعاء. فدي دي مطلوبة، اللي هي من المخلوق إلى الخالق. ودي عايزة إخلاص في الدعاء. وبشرى بقى للي بيعمل كده بقى إزاي؟ قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال له الملك: ولك بمثل. الله، ولك بمثل. أصل بعض الناس يقول لك إيه؟ فلان بيقول لي ادعي له. طب أنا هاخد إيه من الموضوع ده يعني؟ أدعي له ليه يعني؟ أنا هاخد يعني هينفعني بإيه؟ لا، لما تدعي له بإخلاص كل اللي أنت بتدعي ده الملك يقول لك: ولك بمثل. أنا عمل أهو حديث: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب. يعني إيه بظهر الغيب؟ يعني مش موجود. ليه؟ عشان ما فيه إخلاص. يعني مثلا أنا لو بدعي لأخويا قدامه، لو بيقول لي ادعي لي كده، فنقول له: اللهم اغفر لي يا رب، سامحه يا رب، اغفر لي يا رب. كتر شويه عشان هو دلوقتي باصص لك ومعاك وشايفك اهو. انما لما اقول له: لا والله انا هدعي لك بظهر الغيب، بظهر الغيب انا قاعد لوحدي معيش حد، اللهم اغفر لفلان، اللهم سامحه، اللهم كذا، اللهم كذا، باخلاص. دي بقى طول ما انا عمال ادعي له الملك يقول لي: ولك بمثل، ولك بمثل. اللهم اغفر له واغفر لي، اللهم سامحه ويسامحك انت، اللهم وسع عليه في الرزق ويوسع عليك انت، وانا انت.
ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال له الملك ولك بمثل. طيب خلي بالك بقى، أنا عايز ربنا يسامحني ويغفر لي، فأنا انتهزت فرصة إنك طالع تحج أو تعمل عمرة، أو بقول لك يا أخي وأنت بتصلي الفجر كده أو قايم تصلي بالليل ما تنسانيش من دعوتين حلوين كده إن شاء الله، ادعي لي يا أخي والله. فأنا بطلب منك وأنت عبد إنك تدعو الله، يبقى أنت مخلوق بتدعو الخالق. طب ده في الدنيا وفي الآخرة. الآخرة احنا قلنا الشفاعة في الآخرة معناها التجاوز عن السيئات، لا دي مش لحد بقى، هذه من خصائص الألوهية، من خصائص الإله المعبود، أنه يغفر لعباده وحده لا شريك له. اوعى تطلب من حد في الآخرة أنه يتجاوز عن سيئاتك إلا الله تبارك وتعالى. هذه أخطر نقطة. ليه بقى؟ شوف الله يقول إيه في سورة الزمر: أم اتخذوا من دون الله، بص من دون الله، أم اتخذوا من دون الله شفعاء. الجر والمجرور هنا قبل الاسم يدل على القصر والحصر، يعني الله بس. أم اتخذوا من دون الله، سابوا ربنا وخدوا ناس تانيين شفعاء. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل، يلي عملتوا كده، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل الصح ايه؟ لله الشفاعة جميعا. أو ده التوحيد. قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. يبقى إذن لا تطلب الشفاعة بمعنى التجاوز عن السيئات في الآخرة إلا من الله. واحد يقول لي إيه؟ طب مش في شفاعة للنبي وفي شفاعة للقرآن وفي شفاعة والشهيد وقال بس دي واحد تطلب من الله مش منهم. الله هيشفعهم فيك، يبقى تقول له يا رب اللهم اطلب بقى شفع، خلي حد ينضم لنا في الاخره يا رب، شفع فينا رسولك، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم شفع فينا الصيام، اللهم شفع فينا الشهداء، اللهم. يبقى الدعاء رايح لفين هنا؟ لله عز وجل. ما تقولش يا رسول الله، شوف بقى سبت ربنا بقى، يا رسول الله ايه الشفاعة يا رسول الله، الله الله الله، ده شرك. ليهم النبي مش هيشفع الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن زي ما قلت لك والمؤمنون والصيام والشهيد بعد حاجتين: واحد الإذن من الله، اتنين الرضا عنك. يبقى برضو الإذن والرضا رايحين لمين؟ رايحين لله. الإذن والرضا ازاي؟ الله عز وجل يقول سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا واحد إلا من بعد أن يأذن الله. أهو الإذن أهو، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. اتنين ويرضى. هل أنت علمت أن الله أذن ورضي عن اللي بتطلب منه الشفاعة أو اللي بتطلب له الشفاعة؟ طب يبقى خليك مع الله بقى، ما تبعدش عن الله. ولذلك أم اتخذوا من دون الله شفعاء، سبتوا ربنا ليه ورحتوا تقولوا دول هيشفعوا لنا؟ أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. إذن الشفاعة لله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول في سورة الأنعام: وأنذر به، القرآن ده، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. في الآخرة بقى هنحشر إلى الله عز وجل ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم
لعلهم يتقون. يعني انت هتقف في الآخرة لوحدك. الله يقول في سورة مريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة إيه؟ فردا. طب أنا واقف فردا، أنا واقف لوحدي، عايز حد ينضم لي، عايز حد ينضم لي، عايز حد يشفع لي عند الله. ها؟ مين اللي هيشفع لي ومين اللي هينضم لي؟ أما أقول له يا رب، أنت يا رب، ليس لي شفيع ولا ولي إلا أنت يا رب، ملناش ولي ولا شفعاء إلا الله. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يأذن بقى للملائكة وللرسول زي ما هنشوف دلوقتي. واضح؟ بس أهم نقطة وأخطر نقطة اللجوء إلى الله في موضوع الشفاعة ده. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. سورة الأنعام. والله تبارك وتعالى في سورة السجدة يقول في أولها: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ما لكم من دونه من إيه؟ من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون. ملكوش حد هيشفع لكم في الآخرة إلا الله، بمعنى التجاوز عن السيئات. ثم ربنا بعد كده زي ما قلنا بقى يأذن لمن يشاء ويرضى. يأذن يقول يا رسول، يا محمد عليه الصلاة والسلام، يا قرآن، يا صيام، يا شهداء، أذنت ليكوا تشفعوا لفلان تنضموا له لأني رضيت عنه. إذن والرضا، الإذن والرضا زي ما قلنا في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قلنا حاجتين: الإذن والرضا. الإذن في سورة النجم زي شفناه، والإذن برضو في سورة البقرة. احنا حافظين الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. مين؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ آية الكرسي في سورة البقرة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الله، يبقى هو برضو الإذن من الله، يبقى خليك مع الله بقى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
يبقى هو ده التوحيد اهو. فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، فيقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فيقول أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقول الله عز وجل أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة. وبعدين أمتك بقى وهم شركاء للناس فيما سوى ذلك من الأبواب، لكن دي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. أدخل من أمتك من لا حساب عليه، اللي ما شاء الله يلا بسرعة ها تمام يلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم شركاء للناس فيما سوى ذلك من الايه؟ من الابواب. لكن تقول لي واحد رايح جهنم خلاص ربنا قضى عليه جهنم، تنفع شفاعة النبي له؟ ما ينفعش، ما ينفعش، بدليل سورة الزمر أفمن حق عليه كلمة العذاب هيخش جهنم أفأنت تنقذ من في النار؟ أنت تنقذ من في النار يا محمد؟ لا يمكن، لا يمكن. عشان كده بنقول إن احنا نتجه إلى الله تبارك وتعالى ونقول له اللهم شفع فينا رسولك صلى الله عليه وسلم. طيب ايه تاني اللي ممكن يشفع لنا غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ القرآن. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. شفيعا، انت واقف لوحدك في الآخرة القرآن ينضم ليك يقول له يا رب أنا سهرته، يا رب كان بيقرأني، يا رب كان بيحفظني. يبقى اللهم شفع فينا القرآن. مين تاني ممكن يشفعوا لنا في الآخرة غير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن؟ المؤمنون. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم ال40 دول فيه في الميت ده. يبقى ال40 دول ينضموا للميت ده ويشفعوا له في الآخرة عند الله. يا ربي احنا بنشفع له بننضم له ليه عندك انك تسامحه وتغفر له السيئات والمعاصي. يبقى الملائكة، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن والمؤمنون 4، الملائكة سورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ادي الملائكة. وتاني في سورة الأنبياء وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. في سورة الأنبياء. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم 2، القرآن 3، المؤمنون 4، الملائكة 5، الشهداء. الشهيد يشفع في 70 من أهله ويزوج ب70 من الحور العين. واحنا لما يموت شهيد بنزعل، انا ما نعرفش بنزعل ليه؟ ما هو كان هيموت اصلا، هو ما كان نفس ان تموت الا باذن الله، لكن ربنا اختاره شهيد. سورة آل عمران ويتخذ منكم شهداء، مش اتخذكم منكم. يبقى لما يموت شهيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، انت مش حاسس. سورة البقرة. وفي سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، فين بقى؟ عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. في بقى أنواع من الشفاعات بس عشان الوقت بسرعة قوي. في شفاعة مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب. الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب. الشفاعة لقوم استوجبوا النار من المذنبين فيخرجون منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذن الله ورضاه. والشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة، لكن اللي ربنا قضى عليه إنه يخش جهنم وهيخش لا تنفعه شفاعة أحد. نختم بقى بالشفاعة اللي هي إيه والعياذ بالله الشركية، اللي هي محظورة واللي دي تعتبر ضد
خصائص الألوهية، اللي زي ما قلت لك أنا واحد يطلب الشفاعة من غير الله تبارك وتعالى. سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شفاعة ولا خلة. لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. لا بيع يعني مش هتقدر تقول أفدي نفسي، يعني يا رب تاخد كام وما تدخلنيش جهنم، ده في كده؟ لا. لا بيع فيه ولا خلة، مفيش صاحب هينفع صاحبه، ولا شفاعة. دي شفاعة شركية، لأنه كان زمان أيام النبي عليه الصلاة والسلام يروحوا للأصنام ويعبدوا الأصنام. بتعبدوهم ليه؟ يقول لك هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء شفعاؤنا اللي هيشفعوا لنا عند ربنا. مين قال لكم؟ مين قال لكم ان دول شفعاء لكم؟ سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه الشفاعة الايه؟ الشركية. وفي سورة الأنعام الله يقول: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. خلي بالك من الآية اللي جاية: وما نرى معكم شفعاءكم. فين الشفعاء بتوعكم اللي قلتوا عليهم؟ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، اللي بتقولوا هيشفعوا لنا. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وشفناها في سورة السجدة عندما قال الله تبارك وتعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع لعلكم تتذكرون. إذن من خصائص الألوهية الشفاعة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يأذن لمن يشاء ويرضى بالشفاعة للمؤمنين، للقرآن، للرسول صلى الله عليه وسلم، للشهداء، لكذا، لكن بعد إذن الله ورضاه. يبقى اللي يطلب من الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونستكمل يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.